هاي ازيكم، انا مريان وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن لعب الاطفال وقد ايه هي مهمة، مش رفاهية، محتاجين ان احنا نوفرها للطفل ان هي تكون موجودة في المحيط بتاعه، لانه اللعب الاطفال دي بتنمي عندهم حاجات كتيرة قوي بتساعدهم على ان هم يكونوا اسوياء لما يكبروا. طيب، مين بقى هيلعب مع الطفل باللعب دي؟ هل الطفل محتاج حد يلعب معاه باللعب دي ولا هو ممكن يلعب مع نفسه؟ ممكن إخواته، ممكن لو هو عنده إخوات كبار دي حاجة كويسة هتوفر كتير قوي. بس أهم ناس لازم يلعبوا باللعب دي مع الطفل هما بابا وماما. لازم بابا وماما يخصصوا وقت علشان خاطر يقعدوا فيه مع الطفل في المحيط بتاعه، ينزلوا للعالم بتاعه، ينزلوا لتخيلاته، ينزلوا لأفكاره، ينزلوا لرؤيته للعالم عاملة ازاي، علشان يكونوا موجودين معاه في الوقت ده. الموضوع ده بيساعد الطفل في حاجات كتير جدًا، الموضوع ده بينمّي مهارات الطفل اللغوية، بينمّي مهاراته الاجتماعية، بيخلّيه يحس إن هو محبوب وإن هو فرحان وإن بابا وماما بيحبوه. حاجة مهمة جدًا إن إحنا نخصص وقت نقعد فيه مع الطفل ونلعب فيه معاه علشان هو يحس إن هو محبوب، مش بس إن إحنا نجيب له لعب، مش بس إن إحنا نغرّقه بلعب غالية، لكن كمان إن إحنا نلعب معاه باللعب دي. لما يحس إن بابا وماما بيسيبوا الحاجات الكتير المهمة اللي عندهم وينزلوا للعالم بتاعه ويلعبوا معاه، دي بتبقى عنده حاجة كبيرة قوي، وبيبقى فاهمها وبيبقى مدرك جدا جدا قد ايه هو محبوب وقد ايه هو مهم عند بابا وماما. حاجة بتفرحه وبتخليه يكبر بطريقة سوية وبيكون طفل سعيد وفرحان. كمان ده هيكون أحسن كتير قوي من إن هو يقضي وقت قدام التلفزيون ويبقى معزول عن الدنيا، زي ما كنا بنتكلم قبل كده عن الشاشات وخطورتها على الأطفال. علشان كده الطفل محتاج إن هو يقضي وقت مع بابا وماما، يكون وقت مخصص ليه. لو الطفل عنده إخوات يبقى نحاول كل يوم نخصص وقت معين لكل طفل، لأنه الطفل بيحتاج وقت خاص بيه لوحده ببابا وماما، يحس إن هو محبوب، إن هو بابا وماما دول بتوعه لوحده. طبعا دي مهمة صعبة ودي حاجة مش سهلة خالص، بس مهمة إن احنا نحاول نوفرها لولادنا لو احنا فعلا بنحبهم، واحنا أكيد بنحبهم جدا جدا. لما نخصص وقت للطفل نكون احنا وهو مع بعض من غير اخواته، نكون احنا لوحدنا مع بعض، ده بيقوي علاقته ببابا وماما وبيخليه يثق فيهم اكتر وبيخلينا نبقى صحاب اكتر، ويخليه هو كمان يبقى منفتح على بابا وماما اكتر. يعني لما يبتدي يكبر ويدخل في سن المراهقة هيبقى مش هيبقى بيشيل أسرار عن بابا وماما، مش هيبقى بيخاف منهم ويخبي عنهم حاجات، بالعكس هيبقى بابا وماما دول صحابي اللي كانوا بيلعبوا معايا بلعبي، اللي كانوا بينزلوا للعالم بتاعي، هيبقوا متفهمين كل أفكاري دلوقتي وأنا كبير شوية وعندي أسرار وعندي مشاكل وعندي حاجات بصارع فيها. هيبقى واثق في بابا وماما وكمان هينفتح عليهم جدا، ومش هيبقى فيه أسرار ما بيننا وما بين ولادنا. علشان كده فكرة إن احنا نلعب مع ولادنا دي بتكبر معانا وبتخلي العلاقة علاقة قوية ومتينة، وعلاقة فيها صراحة وانفتاح وفيها حب كبير قوي وثقة. نهتم بالوقت ده ونهتم بالوقت اللي احنا بنخصصه لولادنا ونهتم بوقت اللعب. ميرسي، اشوفكم الفيديو الجاي. باي.